السلام عليكم، اهلا وسهلا العائله والاحباب الامهات الغاليات ديالي وخواتاتي وصحاباتي. كي دايرين اختي؟ لاباس عليكم؟ نتوما بخير مزيانين؟ نتمنى اختي الحبيبه يلقاك هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب العالي العظيم، ونهار جديد وفيديو جديد كله تحفيز كله طاقه ايجابيه البنات. هي اختي الحبيبه كنقولك طاقه ايجابيه، وبغيتك انت تكوني كلك طاقه ايجابيه وكلك حماس وكلك تحفيز. فاليوم البنات نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الله يبارك فيكم اختي الحبيبه في الصحيحه ديالتك وفي الرزيق ديالك. اختي الحبيبه بغيتك تكوني مواجده معايا وبغيتك تكوني معايا واجده للتحديات اللي ان شاء الله غادي نشاركهم معكم، من الصغير ديالهم حتى الكبير ديالهم كما طلبتيو مني. وتحيه كبيره كبيره للمتتبعات اللي كيقولوا رشيده في الكومونتيرات كثرينا اخيتي من التحديات، كثرينا لقيتكم تبارك الله شاحضات كثار مني انا، فبرافو عليكم. الله يرزقكم من حيث لا تحتسبون. واختي الحبيبه انت لا اول مره كطلع لك قناتي ديال اختك رشيده، نتمنى ديري دويره خفيفه ودخلي تنتينا. كنوعدك ما غاديش تندمي، حيت قناتنا اختي كنحفزوا بعضياتنا حنا العيالات الاخوات هكذا، باش اخيتي هكذا نتشجعوا بعضياتنا وكندخلوا في التحديات، سواء خدامه ولا اختي ربة بيت كنصغي في دارك عندك مصروف قليل كتير، البركه غادي تجمعيها معنا مع المجموعه اللي داخله معايا. قبل بعدا سولتوني على التحديات، كل وحده كتسولني في التعليق، بغيت نشارك معكم هادو اللي كنت درت معكم واحد النهار واحد الفيديو، ولكن كاينين الاخوات اللي ما شافوهش، وكذلك كاينين البنات سميتو الاخوات الجداد. واخا الورقه شويه تكرصات لي ماشي مشكل. بالنسبه للاخوات اللي باغيين يعرفوا انواع التحديات، شنو التحدي اللي غادي يناسبك كل وحده وعلى قد الجيب ديالها. شوفي اختي من هذا الفيديو كنقولها لك، ماشي بالضروره تزيري راسك، ماشي بالضروره يكون عندك مدخول، يكون عندك واحد الميزانيه كبيره. ديري التوفير زوين، ديري شي حاجه تحس منك اختي راه الزمن ما فيه ثقه، الرجال ما فيهم ثقه اختي الحبيبه. تقولها لك اختك رشيده، الوقت صعيبه والوقت ما فيها ثقه. جمعي ولو واحد القدر اللي على قد الجهد ديالك. فهنايا البنات اول حاجه بعدا غادي نبدا معكم نوصل هذه، غادي نشارك معكم هذه الورقه هذه اللي فيها جميع التحديات ان شاء الله ديال هذا 2025. كما قلت لكم هنا دايرين انواع ديال التحديات كل شهر وشحال في المجموع وغادي يجيك في العام. اول تحدي غادي نبداو، ما عرفتش كتبان لكم مزيان ولا لا. ها هي ديال اختي الورقه صافي راها باينه باش نفتيها عليكم. هنا البنات بالنسبه للاخوات اللي دايرين ولا داخلين معايا في التحدي ديال 50 درهم للشهر، كنعاودها البنات للشهر ماشي اختي الاسبوع. ها هي دي 50 درهم، الا جيتي تنزلي كل شهر 50 درهم راه المجموع ديالو في السنه غادي تعطيك 600 درهم. بالنسبه للاخوات اللي عندهم ميزانيه قليله، عندهم اعذار اخرى، مهم كل وحده على حسب جهدها. كنهضر معكم البنات مسطره الورقه بحال اللي راني في القسم. يلا اختي صونتي معايا، ديري تحدي معايا، بغيتكم ديروا تحديات. شوفوا البنات راه ما غنخرج لكم اخيتي الحبيبه من هاد القناه هذه حتى نردكم كاملات مناضلات وكاملات بالصنيريقات ديالكم. هذه هي اختي الحبيبه، هذا اي وحده دخلت عندي حتى لما كانت عمرها في حياتها دارت اختي شي تحدي ولا اختي ما عمرك شديتي هادو ولا جمعتيهم، ما غتخرجي من قناتي حتى تولي ما شاء الله عليكي بالتحديات ديالك. هذا وعد مني. يلا اخيتي نكملوا. بالنسبه للبنات اللي كيديروا 100 درهم، الا كانت اختي عندك 100 درهم كتنزليها كل شهر 100 درهم كل شهر تنزليها في العام اختي الحبيبه، راه غادي تجيك 1200 درهم العام اللي هي 24,000 ريال. بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي رشيده هضري بالريال، والله البنات الا ولفت الدرهم واش خبركم نقول لكم واحد القضيه، ما تضحكوش عليا، راه كنقول لكم اللي كاين البنات. انا قبل قسما بالله البنات الا قبل كنت كنهضر انا غير بالريال، قبل ما ندير القناه هكذا كنت كنهضر غير بالريال. شي شويه غير بديت معكم القناه كانوا الاخوات كيقولوا لي رشيده وشنو هي بالريال قولي لنا بالدرهم باش نفهموا. صافي حتى وليت انا كما نقول لكم ما تضحكوش عليا، تعلمت منكم الدرهم غير ما عندكم نتوما، وبديت كنحفظ معاكم. قولي رشيده 100 درهم ما تقوليش 2000 ريال،
قولي رشيده سميتو 500 درهم، ما تقوليش 10000 ريال. صافي دابا اللي يهضر معايا ولا حتى غير مع العائله ولا هكذا كنهضر غير بالدرهم. راه تعلمت منكم. وعاوتاني لقيت البنات كاينين اللي مازال ما مولفين الدرهم كيقول لك رشيده هضري لنا بالريال. ها انت اختي 100 درهم اللي هي اختي 2000 ريال، الا جيتي تنزليها في كل شهر المجموع ديالها اختي في العام غادي تعطيك 1200 درهم اللي هي 24000 ريال. بالنسبه للاخوات اللي دايرين ديال 150 درهم، غير باش تعرفوا واحد القضيه اخرى البنات، هاد التحديات كامل كنشاركو معاكم راه ماشي انا دايرهم كاملين. البنات اللي غيقولوا لك وانت هادشي كامل دايره ومن جايباه وزيد 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 وزيد، انت اذا انت عندك داكشي علاش كديري التحديات معنا، حيت انت عندك الخلطه ديال اليوتيوب، حيت انت كديري، حيت انت زيدي وزيد. لا البنات راه كنقولها لكم ديما، انا هادشي كنحاول نشارك معاكم اي تحدي تحت الطلب ديالكم. كاينه شي متتبعه كتدخل كتقول لك اختي رشيده انا ما كراهش نجمع، عجباتني الفكره ولكن داك المبلغ ما نقدرش عليه. انا راه غير ربات بيت ولا عندي مصروف غير يومي كيعطيه لي الزوج ديالي ولا كذلك سميتو. وكاين اللي كتقول لك عاوتاني انا خدامه، انا اختي ما مقنعانيش 50 درهم ولا 100 درهم ولا 200 درهم، انا بغيت نجمع ملايين، انا خدامه ما كنعرفش نجمع، كنصرفهم كنضيعهم، بغيت ندير علاش نرجع بهذا المعنى. والتحيه كبيره للاخوات اللي في الغربه كذلك حتى هما كذلك اغلبيه البنات اللي في الغربه كيقول اختي رشيده كنبغيو نجيو لبلادنا نجمعو نديرو شي مشروع، بغينا نجمعو فلوس صحيحه يعني ملايين بهذا المعنى. فكنحاول البنات كل مره كندير معكم فيديو، راه ماشي اي فيديو كنديرو معكم راه كنديرو انا باش غير نكونوا واضحين. البنات اللي كيقولوا لي رشيده ومنين جاوك التحديات كاملين ما يمكنش وزيد وزيد، لا اختي الحبيبه راه غير تحت الطلب ديالكم كنشاركوا. كما كنقولوا كنمشيو مع الدرويش، كنمشيو مع اللي عنده، كنمشيو مع اللي ما عندوش، كل واحد وكنديروا فيديو معاه كيفاش الطريقه توفري الناس اللي عندهم. علاش لا حتى هما بما ان واحد الانسان كيضرب تماره وكيخدم وعطاك ربي واحد الرزيق وباغي يبان عليك وتجمعي حتى انت دوير الزما كما كنقول، لان الثقه ما كايناش. اليوم اختي عندك غدا تعرفي تصدقي خارجه بزيرو درهم. راه كنهضر معكم في الواقع البنات، شي حاجه اللي كنعيشوها اللي الناس وقعت ليهم. ها علاش كنقول لك جمعي راسك وديري انت بما ان خدامه ديري تحدي اختي 5 المليون، ديري 4 المليون، ديري 10 المليون، انت عندك. ولكن واحد ربة بيت راه ما نكذبش لك نقول لك انت ديري. لا البنات راه الا شفتيو الفيديوهات ديالي اللي كنهضروا على ملايين صحيحه، كنهضروا على اصحاب اللي عندهم مداخل كبيره. اللي كنقول لك انت في المدخول ديالك مثلا 6000 درهم ولا 7000 درهم ولا 10000 درهم، ها كيفاش تحدي تخدمي عليها كيفاش. ماشي انت كنقول انا ربيت بيت، لان ما نكذبوش على بعضياتنا، حنا نعيشوا في الواقع. وعاوتاني بالنسبه للاخوات اللي ميزانيه محدوده اللي عندها مصروف يومي، اللي كتقول لك انا ما كيبقى لياش، كنقول لك على الاقل واخا كاع ما كيبقى لكش واحد 50 درهم غادي توفريها من المصروف ديالك وغادي تحطيها كل شهر. فهمتوا البنات؟ فقط للتوضيح باش الاخوات ما يبقاوش غالطين. وكضحيت هاد التعليق البنات راه كيجيوني بعض المرات كنعرف بان ما فهمتوش الفيديو كامل ولا ما تصنتيوليش. دابا غادي نكمل معاكم بالنسبه ل 150 درهم اللي هي اختي 3000 ريال للشهر، اللي الاخوات اللي كيدخلوا ب 3000 ريال اللي هي 150 درهم، الا جيتي تجمعيها كل شهر تنزليها راه اختي في الاخر ديال السنه غادي تعطيك 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. عرفتي راها زوينه، عرفتي تنزلي غير 150 درهم وديريها كانها غير موجوده. بالنسبه للاخوات اللي عندهم ميزانيه محدوده تهزيها اختي من المصروف كل شهر، تحيدي تشدي ديك البركه. ملي كنكونوا كنشدوا داك البركه في الاول ديال الشهر غنحيدوا منها واحد 150 درهم ولا 100 درهم، المهم كل وحده وعلى حساب قد جهدها وتنسايها. وديك الساعه تقسمي هاد الميزانيه وتصرفيها. راه شو تصوري في السنه تلقاي عندك 1800 درهم اختي ديري بها خاتم، ديري بها سنسله، ديري بها شحال من حاجه في دارك. علاش لا ما عندكش اختي ماكينه التصبين تعاوني راسك تاخديها تكسي راسك وليداتك. راه الله يحسن العون البنات، راه كاين اللي رجالهم الله يحسن العون بحال كيتكافوا مع المصروف ديال الدار الى اخره الضو الماء. فهمتوني البنات؟ كاينين العيال اللي كتقول اختي رشيده انا راجلي خدمته على قد الحال، بحال كيتكافى مع المصروف ديال الدار الضو الماء هكذا. كيجي الدخول مدرسي كنبغي نفرح وليداتي حتى هما بحويجات نقيقيات، نشري لهم سبرديلات نقيقيات بحالهم بحال وليدات، نشري لهم كذلك خطابلات جداد، كذلك في العيد الكبير ولا العيد الصغير نكسيهم. راه علاش لا اختي ما ديريش بحال هكذا، تنزلي غير 100 درهم ولا 150 درهم. انسان شوفوا راه كي كنقول لكم ديما الانسان ديما يقلب على الحل لراسو. راه الخايبه هي انك ما عندكش دير، لان رزق الله كما كنقول
كتكون ميزانيه محدوده وكتبقى غير كتشكي وتبكي، ما كديري حتى شي حاجه. لا نتحرك، وراه كيقولك تحرك وترزقوا. ما صلحليش نخدم، نقتصد من البيت ديالي، نقص اختي من هنا شويه من هنا، نخدم من الكوزينه ديالتي ونوفر غير القليل. ماشي ضروري هادو دخلوا تحدي كبير ديال المليون. بحال دابا البنات ما يبقاش فيكم الحال. كاينين شي وحدين حيت قريت انا هذا التعليق بصراحه، وكنقول لك واحد الله يرزقهم من حيث لا تحتسبون البنات. وكنقولها لكم ديما، راه ربي سبحانه وتعالى راه فرق الارزاق. كندير معكم مثلا شي تحدي ديال مليون ولا نص مليون 5000 درهم، وكنقول لكم خليو لي الاسم ديالكم اللي بغى تدخل. وبزاف ديال الاخوات كيدخلوا كيخليو لي الاسماء. تحيه لكم كامله البنات. واي وحده كتشوف قناه اختي رشيده، الله يرسل اختي، الله يرزقك من حيث لا تحتسبين. وسير اختي الله يغنيك حتى تشبعي. كتدخل شي كتقول لك كتبيني قيديني معك وفاء، فاطمه الزهراء، خديجه، لمياء، المهم هكذا كنقيدكم. شنو كتدخل شي متتبعه بحال هكذا كتخلي واحد التعليق، والله الا البنات انا كيبقى فيا الحال كتقول لك ما سعداتكم، ما كرهش انا نكون واجده لهذا التحدي ويكون عندي مناش نعطي، ونقول لك اختي رشيده كتبي لي الاسم ديالي. والله اختي الا ربي اللي شاهد كنحس، لان حنا العيات كنعرفوا بعضياتنا وكنحسوا بعضياتنا، فهمتي؟ ماشي بالضروره، ماشي اختي بالضروره تدخلي. شوفي بحال دابا انا واش غادي ندخل التحدي الكبير؟ راه ما نقدرش. كل وحده كتمشي على قد جهدها، اللي هو نوصيك ما قدرتيش على نص مليون ما يبقاش فيك الحال اختي. ولكن ديري 50 درهم، ديري 100 درهم، ديري 150 درهم، ديري 200 درهم. حتى داك الانسان اللي دخلت ب 5000 درهم الا ما كانش عندها ما غاديش تدخل ليه، هي براسها راه ما غاديش تدخل ليه. ها اللي بغيت نوصل لكم البنات وصافي. والله يغنيكم هادشي اللي غنقول لكم، الله يغنيكم اختي الحبيبه. نكملوا الفيديو ديالنا. بالنسبه للاخوات اللي طلبوا مني تحديات، فانا هنا غنشارك معكم جميع التحديات للسنه بالضبط شحال تجيكم، راني حاسباها البنات مزيان. وشكرا البنات اللي كيحسبوا معايا وكيقول لك رشيده غلطتي، وراني عارفاكم الجيش اللي تابعني المور ظهري اللي يخطيكم عليا وصافي. عارفاكم مره الا غلطت غادي تصحوا لي. المهم نكملوا. عندنا 200 درهم كاينين البنات، وبزاف ديال الاخوات داخلين معايا اختي بهاد الزرقاء. يا اختي بهاد الزرقاء هذه بزاف ديال البنات اللي داخلين معايا بها. عقلتي والبنات بعد هاد 4000 ريال اختي كنا كنسميوها حنا غير 4000 ريال، ما كنتش كنقول انا 200 درهم. عرفتي غير كتشديها في يدك. والله البنات كانت هذه عندها واحد القيمه ما نقول لكمش. شكون اللي متفق معايا؟ ماشي دابا، نهار كانت الوقت زوينه البنات وكانت فيها البركه وكان الرخا ماشي بحال دابا. الا شديتي هاد 200 درهم كتحسي براسك انت هي اللي لاباس عليك. الا دور معاك الوالد ديالك ولا الزوج ديالك ولا كتقولي صافي راني مبرعه. يا اختي فين داك الايام اللي كانوا الفلوس عندهم قيمه؟ راه كنقولها لكم البنات، الفلوس اليوم اختي ما بقاتش عندهم قيمه. 4000 ريال اللي كنا غير كنسمعوا 4000 ريال كتزعزعك كتحسي براسك. دابا اختي 4000 ريال راه دايره بحال 20 درهم. كما قلت لكم البنات بالنسبه لهاد 200 درهم، كاينين البنات بزاف الاخوات داخلين ب 200 درهم كيخليوه ليا في التعليق، كيقول لك رشيده انا راه داخله ب 200 درهم للشهر ما قداش على 500 درهم كننزل 200 درهم. زوينه البنات حتى هي لاش لا فيها البركه الحمد لله. 200 درهم للشهر غتعطيك اخيتي 2800 درهم للشهر، اللي هي 56000 ريال. راه 56000 ريال خير والبركه البنات. بالنسبه للاخوات اللي داخلين ب 250 درهم، 250 درهم في الشهر، كل شهر كينزلوا 250 درهم، راه في المجموع البنات غتجيكم 3200 درهم اللي هي 64000 ريال. اما بالنسبه للاخوات اللي كينزلوا 300 درهم في الشهر، 300 درهم كاينه اللي داخله ب 300 درهم كذلك، بزاف ديال الاخوات اللي داخلين ب 300 درهم. كنتفكر التعليق ديالكم باش هكذا كنحفزكم. كاينه اللي كتنزل 300 درهم الشهر غتعطيك اختي 3800 درهم اللي هي 76000 ريال، حتى هي راه زوينه الخير والبركه. وكاينه اللي داخله ب 400 درهم للشهر غادي تعطيك اخيتي 4800 درهم اللي هي 96000 ريال. وكاينه اللي داخله معايا سميتو ب 5000 درهم، 500 عفوا البنات 500 درهم. ما كرهناش اختي ندخلوا ب 5000 درهم للشهر. عرفتي الا جينا ندخلوا ب 5000 درهم للشهر، عرفتي العام شحال غتجيكم البنات؟ يجيكم 6 ديال المليون. اختي 6 ديال المليون.
عندي هنا 500 درهم. وكاينين كما قلت لكم قبيله بالنسبه للاخوات اللي كيكونوا خدامات وعندهم مدخول رصيد كبير، ولا الاخوات اللي في الغربه خدامات حتى هما كيوفروا. كاينين ما شاء الله، تحيه ليهم كبير الاخوات اللي في الغربه وخواتنا الجزائريات حتى هما اكيد تحيه لكم كبيره بزاف. 500 درهم اخيتي البنات، الاغلبيه اللي داخلين ليا في هذا التحدي ديال 500 درهم دايرين التحدي ديال شراء الذهب. البنات تحيه لكم كبيره، الله يرزقكم من حيث لا تحتسبون. غادي تجيك اخيتي 6000 درهم في السنه، في الاخر ديال العام 6000 درهم. ها هي دي. بالنسبه للاخوات اللي داخلين ب 600 درهم عاوتاني في الشهر غتجيكم اختي 7200 درهم في السنه. وبالنسبه للاخوات اللي داخلين ب 800 درهم في الشهر غتجيكم اختي 9600 درهم في السنه. اما بالنسبه للاخوات اللي داخلين ب 1000 درهم اللي هي 20000 ريال، كاينين البنات داخلين ب 20000 ريال كما قلت لكم، اللي كتلقاها اختي عندها مدخول كبير. وكاينه حتى اللي كتكلف ميزانيه البيت وكيعطيها الزوج ديالها، يعني كيكون ميسور كيشيط ليها، راه داخلين حتى هما ب 1000 درهم. كاينين معايا شي 3 متتبعات قالوا لي رشيده انا من المصروف راه كنحيد 20 درهم من المصروف. فشابو ليكم وتبارك الله عليكم. في الشهر غادي تعطيك اختي تعطيك هنايا غادي تعطيكم البنات هنا 12000 درهم اللي هي 1,040,000 ريال. هادو هما التحديات البنات كاملين الانواع اللي كنت شاركت معاكم. وكما قلت لكم كل وحده كتمشي على قد المستطاع ديالها. اللي ما قدرتش على 400 غدير تقد على 100 150 250 250 300 400، المهم انت والجهد ديالك. هادشي اللي كاين البنات. بالنسبه للاخوات اللي سولوني على التحديات، رشيده شاركي معنا التحديات، شاركي معنا الانواع ديال التحديات. ولا كتدخل شي وحده كتقول لي انا ميزانيتي نقدر وقادر اين تحدي نقدر. شوفي اختي، شوفي انت اللي غادي يسلكك. مزيان تقتصدي، قدي امورك، سميتو المدخول ديالك يكون ديما كي كنقول ديما المدخول كثر من النفقات. نحاول الاخوات يعني النفقات نقللهم باش هكذا كنوفروا. فهذا هو الانواع التحديات اللي كنشارك معكم البنات، نتمنى يعجبوكم كذلك. اما بالنسبه للاخوات اللي داخلين في التحدي فكنقول لك اختي الحبيبه ما تنسايش حنايا راه في الاول ديال الشهر. بالنسبه للاخوات اللي كيتغلبوا، كاينين الاخوات اللي كيتغلبوا في التحدي، كيجيها شي شهر كيجيها قاصح وما كتنزلش، كيخرج لها شي ظروف، ولا كاينه اللي كتبقى دائم مجبده عليه، يعني ما كتلوحش في الاول الشهر حتى كتلقى راسها صرفات وما كتكملش داك التحدي. فالتحدي الا بغيتي تغلبي عليه هو انك غير تشدي واحد البركه. سواء اختي كنتي خدامه عندك واحد المدخول، ولا اختي من ميزانيه المصروف ديالك كتحيدي 200 درهم 100 درهم كما قلت لكم 300 درهم 500 درهم. ديما كي كنقول لك ديما غير تشدي ديك البركه، قولي بسم الله وتوكلي على ربي وحيدي داك المبلغ اللي كتحيديه، نزليه ونساه كانه غير موجود. كيعطيك الزوج ديالك مثلا 2000 درهم وانت كتنزلي 200 درهم، حيدي اختي ديك 200 درهم وديريها كانها ما كايناش، انها عندك غير هذا المبلغ هذا، نسايها. ما بقاش تفكري كي غنكمل الشهر ولا خاصيني وهادي لا البنات، غير كنديروا شي تحدي كندخلوا ليه وحنا عارفين راسنا بان هذاك الفلوس اللي كنجمعوهم راهم على شكل تحدي. راه ماشي حيت غادي يشيطوا لينا في الاخر الشهر ولا حيت كيبقاو لينا، لا، حنا دايرين واحد التحدي مع ريوسنا ومع المصروف ديالنا نتغلبوا على هذا الغلا ونكملوا داك الشهر ديالنا ونقصوا داك المبلغ باش نوفروا باش كنحققوا الهدف ديالنا. فها كيفاش كنفكروا البنات. والله يرزقكم مره اخرى من حيث لا تحتسبون. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو البنات. وها هي ديال اللائحه البنات اللي غيقولوا لي رشيده عاوتاني شاركيها معنا، نتمنى تكون كتبان لكم مزيان واضحه. ها انتم البنات، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. وما تنسونيش باللايكات الزوينه ديالتكم، الله يكبر بكم اخواتاتي العزاز. خليوا لي اللايكات. ومرحبا بجميع التساؤلات ديالكم بالنسبه للاخوات اللي باغي نشارك معاهم شي فيديو واي نوع تحدي، ولا كذلك كل ما كيخص الاقتصاد والتوفير والاهداف هكذا. مرحبا البنات اللي قالوا رشيده دايرين شي تقسيم الميزانيه، عطينا فيهم افكار جديده، ماشي تقسيم الميزانيه ولكن افكار جديده. فان شاء الله البنات، انا بالنسبه لي قناتي الاولى عالم رشيده ام البنات كنشارك معكم بطريقتي ديال التقضيه الجديده اللي وليت كندير. راني مشاركه معكم كلشي اللي بغى يعرف اكثر ويستافد اكثر. تقدروا البنات دوزوا القناه،
تلقاو فيها داكشي كاع اللي كيعجبكم، فيديوهات، روتينات، تقضيه، ستوك، كارطون تمدان، تحديات، المصروف كي كنقسم الى اخره. غادي يعجبكم المحتوى اكيد، فنتمنى يعجبكم حتى هذا الفيديو ديال اليوم، وشكرا لكم مره اخرى.